واحد كاتب تجربته مع حمام أمه. لما كنا صغار كنا نكره الحمام. ليش؟ لأنه أمهاتنا الله يرحمهن والعايشات الله يطول بعمرهن كانن يعذبنا تعذيب لما يحممونا. الله العليم لما تقول لي قوم على الحمام أنصرع من الخوف، تقول بس محشور بغرفته. تبدأ رحلة العذاب من تشليح الأواعي. تشلحني الكنزة تقول بتنتف بريش دجاج، وأذاني كل أذن بجهة. طول ما بتحمم بدك تظل قاعد قرفسة. طيب يا حجي والله رجلي يوجعوني. عالسريع بتناولني كف وبتقول لي سكر ثمك. بالنسبة للمية لازم تكون تحت درجة الغليان بنتفة. يا يما لحمي ذاب انلهط. طبعا بيجيك الكف الثاني. لما تفرك راسي اقسم بالله تقول بتفرك بمصباح علاء الدين عشان تطلع المارد. طبعا راسي بلوح يمين ويسار تقول دالي ايام الشتاء. المشكلة لما ينزل الصابون على وجهك وبدها تقيمه بتغير ملامح وجهك، طبعا غير حركة العينين. المشكلة ان الصابونة مفتاحين او الجمل اكسى من الحجر، والفرق فيها عبارة عن تطريح. الآن بنيجي لعندما تمسك خشمك وتقول لك نف. طبعا بتصير تنف من أذانك لأنه كل مجال التنفس مسكر عندك. فقرة التليف، تمسك الليفة وبتفركها بالصابونة وهي بتلد عليك، تقول جزار بسن بسكاكينه للذبح. طبعا ربنا حامينا، وإلا فركها للجسم بجيب شلل رباعي. طيب هدي شوي يا حجة، أنا حاسس كأنك بتبشر بجبنة. طبعا الحمام بالدور، الكبير قبل الصغير. ولما بسمع أخوي الكبير ببكي وهي بتحممه وأنا بالغرفة الثانية بصير أبكي من الخوف. بعد الحمام بتطلع على حالك في المراية والبخار قاعد بيطلع من جسمك كأنك طنجرة ضغط مفتوحة. طبعا الأصابع بيكونوا مجعلكات ولون جسمك أبيض وأحمر من كثر الفرك. الآن بنحكي عن تلبيس الأواعي. طبعا راسك قد كبة البلوزة 5 مرات وبدها تدخل راسك خاوة. بتلبسك أول بلوزة وثاني بلوزة، ويا ويلك إذا فلت الكم. لما تقول لك اقبض كمك مشان تلبسك البلوزة الثانية. طبعا الكف جاهز. الآن بنيجي لتمشيط الشعر. طبعا وحفاظا على تنظيف الرأس بتغرس المشط براسك وبتبلش الحراثة. طبعا في احتمال انه اسنان المشط يوصلوا مخك. الله يرحم هذيك الايام مع حمام الغالية، لو انك صومالي بتصير ابيض.